لو بتستخدم الميزان بالطريقه دي فانت بتضيع وقتك وبتضيع مجهودك. اغلبنا بيستخدم الميزان عشان يشوف النتائج اللي حققها اثناء مشواره في الدايت، ولكن اغلبنا بيعمل نفس الغلطه، وهو ان بيقيس وزنه يوم واحد بس، والنتيجه مش بتكون اصح حاجه. وده ببساطه لان في اكتر من عامل بيأثر على رقم الميزان بتاعك، منها عدد ساعات وجوده النوم. فلو نمت عدد ساعات قليله او جوده النوم بتاعك كانت مش كويسه، فهنا احتمال كبير تلاقي وزنك زايد. او لو متعشي عشوه تقيله شويه وفيها نسبه ملح عاليه، فبرضه هتصحى على الاغلب هتلاقي وزنك زايد. فتخيل معايا كده، يوم السبت في اول يوم دايت ليك وزنت نفسك لقيت نفسك 80 كيلو، ويوم السبت اللي بعده عشان كنت متعشي متاخر شويه وكمان ما نمتش كويس لقيت وزنك 81 كيلو مع انك كنت ماشي صح. فهنا هتحس باحباط واحتمال كبير ما تكملش. عشان كده والحل ببساطه انك تاخد متوسط وزن الجسم الاسبوعي. فعايزك توزن نفسك كل يوم الصبح على معده فاضيه قبل ما تاكل او تشرب وبعد ما تدخل الحمام، وتاخد متوسط الوزن للاسبوع الاول وتعمل نفس الكلام للاسبوع الثاني، وتقارن ما بين متوسطين الوزن. لانك لما تاخد الوزن كل يوم وتاخد المتوسط فنسبه الخطا هنا هتكون قليله. لايك وفولو لنصيحه.